حياكم الله. طبعا مشاهدي الكرام، احنا حقيقة الشيخ ما يحب قضية اللقاءات ولا يطلع لقاءات الرجال، لكن بعد إلحاح كبير وطلبنا من عنده سماحته ما قصر. جزاك الله شيخنا العزيز. خدمتكم إن شاء الله، الله يحفظكم إن شاء الله. انت حقيقة لك محبين يعني على مستوى مو فقط العراق، خارج العراق. هذا فضل من الله. بسم الله الرحمن الرحيم. وألقيت عليك محبة مني، هاي المحبة من الله. الله يخليك سبحانه وتعالى. الله يحفظك ويخليك. البطاقة التعريفية الشيخ أبو نور الكربلائي، لأن الناس هواية هسه حسبالهم أبو نور مو عراقي من دولة إيران. اي طبعا هذه انا هواي اعاني من عندها، يعني بالتعليقات كثير من الناس يعلقون انه هذا ايراني وهذا فلان ابو فلان الاهوازي. الحقيقه هم ما يعرفون الواقع، يعني بس المقربين. انا رجل عراقي من ابوين عراقيين، يعني والدي ووالد والدي واجدادي كلهم من البصره ما شاء الله. وانا ولاده البصره محله الجمهوريه، ويعني ترعرعت يعني بدايه الابتدائيه في منطقه النجيبيه، لان والدي كان موظف بالطاقه الكهربائيه، وبعدين انتقلنا الى منطقه حي الحسين، فما فارقتها الا بال91. والحمد لله رب العالمين درست الطيران في نفس مطار البصره المدني هذا، ورحت دوره الى المانيا وتخرجت، ولكن انوخذنا بتهم سياسيه، بتهمه الانتماء الى حزب الدعوه، نسابانا واخوي ووالدي وانا. فنسابانا ايضا تم اعدامهم سنه 80، واخوي الطبيب نفذ به سنه 83، والحمد لله انا كتب لي الله سبحانه وتعالى النجاه من عندهم، ومن فضل واحد يعني من عندهم كنت مسوي عليه جميل الحمد لله. فبعدين انطردت من الطيران والتحقت في كليه الهندسه جامعه البصره، ايضا 4 سنوات كيميكال انجينير. تخرجنا بال90، صارت الانتفاضه بال91، فاضطريت انا وعائلتي انا هاجر الى ايران. طبعا تقريبا اكثر من مليونين و500 عراقي اللي هاجر بذاك الفتره. كم سنه تقريبا بقيت هناك شيخنا؟ ولحد الان. فمن خرجنا بالانتفاضه 91 بعد ان انتكاسه الانتفاضه، طلعنا اضطرينا الى ايران. يعني زين جنسيه ايرانيه اخذت؟ لا ابدا، بعدني بالجواز العراقي، ما عندي اصل. يعني هو بس اللي عنده اصل الاخوان اللي تم تسفيرهم عنده اصل، طلع اصله وصار. اما احنا لا زال انا وام نور يعني بيوتكم بعد موجوده بالبصره؟ بلي موجوده بس ما صدرت يعني وبهاي النزاعات الملكيه، فتدري العائله كبرت، ما بقت ذيك العائله اللي يكفيها بيت واحد. فظليت انا هناك ايضا ادرس بالحوزه وادرس بالجامعه، وكملت دراستي الحمد لله رب العالمين. بس للاسف يعني ظلينا هناك لانه الوضع بالعراق ما كان يتحمل. اولا وظيفه، لان انا لا توظفت بعنوان طيار ولا توظفت بعنوان مهندس ولا بعنوان يعني رجل دين. انت عندك وظيفه حاليا لو؟ اي نعم، بعدين صار تعييني ب 2018، كنت مستشار، وبعدين العمل شويه الى ظروفه الخاصه، فاذا ما تشتغل بمهنتك ما تبدع فعلا. وانا من النوع اللي يؤمن انه لابد ان تشتغل ضمن اختصاصك حتى تبدع يعني. فحد 2018 تعينت في محافظة البصرة. الآن أنا رئيس مهندسين بالديوان، يعني بديوان محافظة البصرة، وكنت بإدارة المشاريع، ولحد الآن أنا مستمر بالدوام. الله يوفقك ويحفظك. أي ولكن يعني خدمة الحسين بين الخطابة والهندسة شلون؟ أي طبعا الهندسة اعمل لدنياك كأنك تعيش أبدا. هذه الهندسة أنك تعيش حر نفسك، تقدر تصرف على عيالك وكذا. أما اعمل لآخرتك كأنك تموت غدا. فالدين ما يمنع الأكاديمي، الدراسة الأكاديمية ضرورية للحياة، أما الدراسة الدينية ضرورة للآخرة. فمو معنى أنا أكون طبيب أو أكون مهندس معنى أنا ما عندي ثقافة دينية. باكر عند القبر ينتهي كل شيء. نصائحك للشباب اللي طلاب السادس هسه الدور الثاني، يعني شوي يريد تشجيع لهم، فأنت شنو حاب يعني اللي وقعوا دور ثاني طلبة السادس؟ نعم، المشكلة أنا باعتبار أنا مار ب3 بكالوريوس، يعني 3 صنوف الطيران والهندسة والعلوم الإسلامية، صارت عندي خبرة ودائما أنقلها إلى شبابنا. وكنت أنا أدرس في الجامعة، فكنت أنقل هاي الخبرة إلى طلابي. إن العقل البشري له طاقة، ما يقدر يستوعب كتاب بأسبوع. للأسف الشديد شبابنا قبل الامتحانات يبدي يركز بشكل قوي على الدروس، ويبدي التحضير اليومي. يبدي يحط له مثلا 3 أيام للعربي، اسبوع للفيزياء، للكيمياء. هذا خطأ. ليش؟ لأن العقل له طاقة،
مال تحمله اكثر من اللازم، يقول لك ميموري اوفر فلو، ينعس. بعدين هاي الترتيب هيك امور والدراسه بهالشكل هذا كانك بالضبط مثل ما عندك كنتور بالبيت وملابسك مخبوطه خبط، فحتى تطلع لك فانيله او تطلع لك قميص تتعب تدور فعلا. بينما الترتيب بمعنى انك انت شنو التحضير اليومي؟ التحضير اليومي ضروري. نصيحتي لاولادي هسه اللي بعد عندهم امتحانات وطريقه قراءه انتهى الموضوع، احنا نحكي على الناس الجدد الجايين. كل ماده طبعا انت باليوم بالجدول ما عندك اكثر من 4 دروس 5 دروس مثلا، عندك فيزياء كيمياء رياضيات، من ترجع للبيت تاخذ استراحه للبدن، النوب تقعد شكل اللي اخذته اي فصل تممته يجب ان تحل مسائله وتدرك كل التعاريف الموجوده. النوب تسولفه مع نفسك، يعني انت اعتبر نفسك مدرس وجاي تطي الماده هذه. اذا عندك اشكال بمساله او كذا كنت حتى ترجع لاستاذك ثاني يوم تحله، فيوم بيومه ترتب امورك حتى بالامتحانات ترتاح. انا طبيعتي قبل الامتحان العب، يعني اشاهد فيلم، اطلع ويا اصدقاء، اصلا ما اهتم. ضغوط قليله يعني تخلي ليش؟ لان بس اقلب كلها قاريه وكلها انا بحاله يوم بيومه، فلا تؤجل عمل اليوم الى غد، تراكم عندك الجسم. شيخنا احنا جاي نلاحظ لك محبين يعني من كافه محافظات العراق وخارج العراق، طريقتك بالخطابه مختلفه عن بقيه الخطباء. بس احنا هواي نحضر خطباء لكن انت مختلفه، فيها حس من الفكاهه لان الناس تعرف تحب هذا النوع، فليش تميزت خطابتك عن بقيه الخطباء؟ شنو السبب؟ اولا مساله الحب هذا توفيق من الله سبحانه وتعالى. الله يقول للنبي الله موسى عليه السلام، يقول له والقيت عليك محبه مني، ويقول للنبي لو انفقت ما في الارض جميعا ما الفت بين قلوبهم. هسه اكو ناس تعطي فلوس، اكو ناس حتى على يجمع بس الصوت، لكن الله من يريد يلقي المحبه هو بيده سبحانه وتعالى، هو مطلع على القلوب. هاي وحده. اثنين، كل الخطباء انا اعتبره ورود، كل وردة لها عطرها ولها لونها ولها مثلا تخصصها. تلقى خطيب متخصص بالأمور التاريخية فتلقى يتكلم تاريخ، أكو فقيه، أكو إنسان أصولي، أكو إنسان، فتشوف أنه كل يدلي بدلوه، وبالنتيجة إحنا مثل الفسيفساء، مثل اللوحة، كل واحد يعطي في جانب معين. فهذا الأمر جدا مهم، التنوع. هاي واحدة. لكن طريقة الطرح تعتمد على دراسة الخطيب. الأكاديمي يختلف عن غيره. السيد الصدر رحمة الله عليه، محمد باقر الصدر رحمة الله عليه، قال لو كان الأمر الحوزبيدي لأخليته من بعد البكالوريوس. ليش؟ لأن الدراسة الجامعية الأكاديمية تعطيك القواعد الرصينة لتحميل أي علوم. شايف؟ فالدين لا يختلف مع الدين. الآن هسه لما أتكلم وياك أقول لك مثلا مرة يقول رب المشرقين ورب المغربين، مرة يقول رب المشارق والمغارب، مرة يقول رب المشرق والمغرب. زين هو مغرب مشرق لو اثنين لو جمع. هنا اللي دارس فيزياء اللي دارس فلك راح يعرف ان القرآن على من يتكلم. كثير من الامور والاشارات العلمية، اكو اشارات لا لغوية، اكو اشارات تاريخية. فهنا الخطيب الاكاديمي يعرف كيف يدخل بالموضوع، لان الموضوع له مقدمات تعريفية، ثم يتنامى تفكيك الموضوع، بعدين معالجة قضية بالمجتمع وفق على ضوء هذا الموضوع، ثم لملمة الأمور لاستخراج النتيجة. هاي وين ماخذينها احنا؟ في كل دروسنا. لذلك احنا مثلا بالرياضيات ناخذ شنو؟ نقول المقدمات، المطلوب شنو؟ بعدين بالأخير المطلوب إثباته، بعدين آخر شيء نطلع نتيجة يقول وهو المطلوب. زين جاي نلاحظ أنه محاضراتك أغلبيتها يعني على قولتهم ارتجالية بدون تحضير. أغلب المحاضرات اللي عندك أنا جاي ألاحظها يعني ارتجالية حسب الوضع اللي شوف، حسب المجلس اللي عندك الديرة. هذا مو معنى ماكو تحضير. انت لما تقرا الكل وتتكلم عن الجزء انت مسيطر عليه. شايف شلون؟ يعني انت تعرف البصره كلها، انت تعبت لما عرفت كل مناطقها. الان من اقول لك الجزائر راسا يجي ببالك الجزائر، بعد ما يحتاج واحد يشرح لك او تروح تراجع خارطه. فاحنا بدراستنا اساتذتنا جزاهم الله خير اغنونا بالمعلومات، بحيث احنا 25 سنه صدق انا ما نايم بالليل، وللان انا ما انام بالليل. استغل الليل جمل. الليل له فد خاصيه بالقران الكريم، دائما ليله القدر انا انزلناه في ليله مباركه ومن الليل فتهجد به. الليل فد به خاصيه عن النهار.
فهنا انت لما تدرس الكل وتتعب على نفسك، تقرا التفسير بكامله، تقرا الاصول بكامله، عندك اطلاع فقهي كامل، عندك اطلاع تاريخي كامل. هنا انت الان لما تيجي اقول لك مثلا شنو الموضوع اللي تريدني اتكلم عنه، هذا مو معنى انا ما محضر، لا انا عندي المعلومات كلها، بس انت تضع يدك على الزر اللي تريده يشتغل. لا. فخلاص تسلك اليف انا وصلك الباء، تمسك جيم اوصلك الدال. فعلا. هالشكل. فعلا. يبقى طريقه الطرح. علماء النفس يقول أسرع طريقة لإيصال الفكرة للمتلقي إما تراجيديك أو كوميديك، إما الطريقة الكوميدية وإما الطريقة الحزينة تراجيدية. هنا عن طريق الفكاهة تقدر توصل فكرة للمجتمع ما ينساها بعد. ما شاء الله عليك يعني. تلاحظون اكو كان فنان، اكو فنان دريد لحام كان دائما عن طريق الفكاهة يوصل فكرة سياسية. وخطأ ظن عمر بن الخطاب انه قال لولا به دعابه على الامام علي لكان وليت الامر، بس به دعابه يعني شنو؟ يعني شوي هشون بشون كذا. هسه الان ثبتوا ان القائد اللي عنده بشاشه ويا المقودين يكون اكثر مقبوليه. الله يحفظك شيخنا. الله يعطيك زين. الشباب اللي يعني حقيقه جاي نلاحظ يعني امكانيتهم ضعيفه ومقبلين على زواج، فشنو نصيحتك للعوائل اللي يتقدمون لهم شباب امكانيات ضعيفه؟ هو هذا بحث يرد له تفصيل. هي القضيه احنا ما تقدر تعالج، انت ما تقدر تعالج مشكله بالضغط على نقطه واحده، وانما اكو مثل محرك السياره. نعم. عندك الستارت لازم يشتغل مع الكهرباء، لازم يشتغل مع البنزين الكذا، مع المحرك، مع البسات، كل هني شكل النظام. هنا ما نقدر نعالج قضيه بمجرد نقول له يا شاب انت كنت تتخذ هذا الطريق، لا، لازم الوالدين ابو وامه، لازم ابو وام البنت، لازم ثقافه البنت، بعدين هي تصعد الى العشيره، تصعد الى المجتمع، تصعد الى المراجع، من هناك يبدي الحل. أنا ما أقدر أقول للشاب تعال أنت بهاي المواصفات كنت تزوج، إحنا شو نسوي؟ النظام كله كونيتك. يعني إذا أنا يعني هاي قضية شنو يسمونها trouble relations، يعني العلاقات الثلاثية أو الرباعية لازم من تريدها تنجح لازم كل الأطراف تشترك. هسه أنت تحب السفر، شنو المانع؟ هاي يسمونها أحادية، تحب السفر سافر، تحب الأكل أكل، لكن ما تحب لك زوجة ما يشترط، يعني ما يكفي أنت تحبها، لازم هي بتحبك. تريد تختار لك صديق ما يكفي أنك تحبه، لازم هو. هاي شو يسمونها؟ يسمونها ثنائية. أكو لا ثلاثية، أنه أنا أحبك وأنت تحبني وأكو توفيق من الله ورضاه، هاي صارت ثلاثية. أكو رباعية، أنه أكو وجود عامل اقتصادي، أكو عامل، فهواي عوامل تشترك بهاي. بس عموما أنا أنصح الشباب بحصانة النفس بالزواج. زين، أنا ما بدي أطيل عليك وتعبناك شيخنا العزيز. أنت قرأت بكثير بلدان وكثير محافظات بالعراق، من المحافظة اللي شفت جمهورها وشفت الإقبال اللي عليها وشفتها مميزة ومختلفة عن بقية المحافظات بالمجال الخطابة والمجال الحسيني؟ والله بهاي ما أقدر أميز. ليش؟ لأنه في كل بلدان العالم أكو ذواقة، وهم اكو بيهم يختار الخطيب، يعني حضور انتقائي، مو حضور تحصيل حاصل. اكو بيهم يقول لك اجى الشيخ خلنا اجي اشوفه ياهو هذا الشيء زين، او الداعي مالي ياهو، ما دام دعاني خلنا اروح انا الفشله احضر روحي واروح. لا اشوفه انتقائيه، انه جمهورك يجي للخطيب وينتقي الخطيب وجاي بوعي، جاي من مناطق بعيده. فأنا أحس أنه في جميع مناطق إيران، في جميع بلبنان، بسوريا، بالعراق، تقريبا ما أشوف أكو مجتمع، بس أكو الحمد لله. أي نعم، أكو هنا مثلا الجمهور العريض الكبير، أكو مناطق حضورها يصير عالي يعني جدا، وأكو ذواقة. يعني شنو؟ يعني يختبر الخطيب فحص فحص، يعني يتكلم لكي أراك. اكو هيك مجتمع، هذا يدفع الخطيب ان يكون متحضر وان يحترم تلك العقول اللي حاضره. زين شيخنا، اليوم شفت بعد المصيبه اللي صارت ولله الحمد هزتني، يعني التعازي والمواساه. يعني انا كنت ناوي امس بديت الموضوع على اساس انا اكمل كتسلسل. اليوم اللي صار سمعت حقيقه غيرت حتى الفكره، غيرت حتى المحاضره، كان مجلسه غير، صار غير. يعني انا امس بديت الرحمن وعلم القران، اريد استمر انه شنو علاقه الانسان بالقران، واستمر لمده 3 ليالي. لكن الحدث اللي حصل مجرد ان خبروني انا اهتزيت، لان هذا اللي انقتل مو محافظه كوت،
احنا محافظه واحده، العراق واحد، كلها عائله واحده. ثق بذات الله، اللي يحدث كانه حدث في عائلتي. يعني انا دائما اقول هذا اعتبره طفلي، انا شنو يكون شعوري؟ فحقيقه انا من العصر لحد الان منفعل جدا، الى درجه انه لاحظتني من صعدت على المنبر مجرد حركته او الكهرباء انفصلت انا شوي عصبت. ليش؟ لانه حقيقه لازم ننفعل. الله يعطيك يعني الصحة الى متى ننطي يا اخي؟ الى متى إلى متى القتل؟ الى متى الذبح؟ الى متى الضياع؟ فنسال الله ان يرحم بنا. الحمد لله على كل حال. قدم تعازي ومواساة الله في هذه يحفظكم ان شاء الله. نسال الله الشيخ. انا اطلت عليك حبيبي. حقيقه صارت هو عفوي. لا هاي هم على قولتهم فت فرصه. انا من يقولوا لي اهوازي انا اتشرف. ليش؟ لانه ناس آووني، الحمد لله. ناس آووني واحتضنوني، وعندي يعني جمهور عريض، وطلابي صاروا ناس معممين وما شاء الله طلاب جامعه. فهذا مو هالشيء، بس انا اصلي عراقي، فهم استقبلوني كعراقي على الرحب والسعه، وما حسيت بغربه. وانا جيت هنا بس هم شنو يراعون اللهجه، صح. فانا اكلم الانسان بلهجته، بعد متعود يعني احكي حسكه اذا كان هو مو طبقه، احكي فصيح اذا ادري بيهم هم ناس متمكنين من اللغه العربيه، او اتكلم ان انجلش لانجوج اذا كانوا هم يفهمون اللغه وهم هذا طابعهم. فخلص يعني الله يحفظك شيخي العزيز. انا بخدمتك ان شاء الله. الله يعطيك العافيه. انا جدا ممتن من عندك. انا بخدمتك. ممنون. شكرا.